السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم ومرحبا متابعين قناة الشيف أبو بلال. النهاردة إن شاء الله هنعمل شوربة خفيفة، اندومي، شوربة اندومي. عليها لغط كتير وكلام كتير، واللي بيقول إنها غير صحية وإنها غير مفيدة وإنها مضرة بالصحة. بنقول له يا أخي هات ما يثبت إن الشوربة دي شوربة مضرة بالصحة. ادينا أي مستند من أي جهة حكومية رسمية تقول إن المنتج ده مضر بالصحة. لا، المنتج مش مضر بالصحة ولا شيء. الناس بتستعمله من فترة طويلة ومفيش أي ضرر منه. إحنا النهاردة هنطور المنتج ده هنعمل طبق شوربة جميل جدا. هندخل عليه شوية حاجات ترفع من قيمته الغذائية وتخليه يعني حاجة الكل يحبه، وخاصة إحنا في فصل الشتاء الآن. الشتاء عاوز شوية شوربة تدفي. فإن شاء الله إحنا باكت اندومي، معنا باكت اندومي بالكامل هنستعمله بكل محتوياته، مش هنشيل منه أي حاجة. هضيف معاه، هعزز النكهة بتاعته. هديله نص مكعب من مرقة الدجاج، هديله طماطماية، معايا بصلاية صغيرة، معايا قطعة صغيرة من صدر الفرخة، ومعايا كمان قرن فلفل رومي، ومعايا نص جزرة. هستعمل نص حبة من الجزر، وهاخد معاها فص توم فقط لا غير. الليمون بعد ما تستوي ان شاء الله نستعمل ليمون، عصير الليمون الطازج معاها ان شاء الله باذن الله تعالى. الشوربة دي هتعجبكم جدا. طريقتها سهلة جدا، ما فيهاش اي متاعب ولا اي تركات ولا الكلام ده كله. رجعت لحضراتكم تاني. شوف احنا قطعنا المكونات كلها زي ما حضراتكم شايفين كده اهي. الطماطم مكعبات صغيرة، الجزر مبشور ناعم، قطع الدجاج مكعبات صغيرة جدا، حاجات رفيعة جدا. الفلفل الرومي نفس الشيء. البصل نفس الحكاية. الاندومي زي ما انتم شايفين، كيس الاندومي اهوت. مكونات كيس الاندومي اهي. دي المكونات بتاعت كيس الاندومي، مشيلناش منها اي حاجة، هي زي ما هي. فص الثوم. المكونات زي ما حضراتكم شايفين اهي قدامكم بالكامل اهي. انا عندي مية بتغلي على النار، حابة انزل بالمكونات بتاعتي كلها ما عدا الاندومي. يعني انا المكونات دي لازم الاول، لان درجة سوى المكونات الخاصة بالشوربة تختلف عن في درجة السوى تختلف عن الاندومي. فانا هبدأ انزل بالمكونات الاول واسيبها تغلي لمدة ربع ساعة زي ما حضراتكم شايفين كده اهي. كل المكونات بتاعتنا كده. اضفت المكونات بتاعتي لمدة ربع ساعة تغلي على النار لغاية ما تدخل في السوى. نبدأ حتى عشان صدر الفرخة كمان يستوي كويس، نبدأ ننزل بالاندومي. الاندومي بياخد حوالي ربع ساعة مع المكونات التانية. احنا كده عدت الربع ساعة. هننزل بالاندومي اهو كده. اضفنا الاندومي، هنضيف البهارات المرافقة للاندومي اهي كامل اهي. وهنستنى كمان ربع ساعة لغاية المكونات كلها ما تستوي وتبقى الشوربة جاهزة، ونوريها لحضراتكم ان شاء الله. طبعا لازم نظبط الملح، مفيش اي اضافات تانية زي ما حضراتكم شايفين كده اهي. ما فيهاش اي اضافات ولا اي حاجة تانية. شوربة الاندومي زي ما هي. كل اللي احنا عملناه ان احنا رفعنا من قيمتها فقط لا غير. دي شوربتنا الجميلة يا جماعة النهاردة زي ما حضراتكم شايفين كده. اتعصر عليها الليمون، هتبقى حاجة تحفة جدا. حضراتكم زي ما انتم شايفين دي شوربتنا الجميلة. شوربة تحفة بجد، شوربة في منتهى الجمال، حاجة رائعة جدا زي ما انتم شايفين كده. طبعا
في بس شوية ملاحظات لازم نقولها. محدش يجي يقول لي ان احنا نحط بهارات. الاقي حد جايب لي بابريكا، جايب لي شطة، جايب لي بهارات السبعة. الكلام ده كله، كل الكلام ده مش اي لازمة خالص. احنا ما نضيفش عليها اي حاجة. الاندومي بالبهارات بتاعتها زي ما انتم شايفين كده اهي، مفيش زيادات عليها. ممكن استبدل الاندومي بالشعرية، مكرونة الشعرية ممكن استبدل الاندومي بيها. بحمر الشعرية الاول في حتة سمنة او شوية زيت او حتة زبدة، وبشيلهم. بعد ما تتحمر بشيلها، وفي نفس الحلة اللي حمرت فيها شوية الشعرية بنزل بالمية والمكونات بتاعتي كلها اللي انا حطيتها ديت لمدة ربع ساعة. وبعد كده بنزل بالشعرية بتاعتي تستوي، تاخد سواها براحتها مع المكونات التانية. بضيف بس لو حبيت اضيف سنة، لو عايزها سبايسي، سنة شطة ناعمة، او الفلفل الاخضر بتاعي احط فلفل حار فيه، او وبحط شوية فلفل اسود فقط لا غير. ما بضيفش اي حاجة تانية عليها. بتبقى شوربة رائعة، قمة في الجمال. ممكن تستبدلوا الشعرية بنوع تاني من المكرونة الرفيعة الصغيرة، ممكن قوي، ما فيهاش أي مشكلة. لكن هي مع المكونات اللي احنا قلنا عليها في الأول هتبقى حاجة يعني وجبة خفيفة، و يعني بتدفي في الشتاء، وجبة جميلة جدا. يعني لو ست البيت ما عندهاش صدر فرخة في البيت، أو عندها ورك فرخة، أو أي حاجة من الفراخ تقدر تحطها فيها، مفيش داعي، مش مشكلة خالص. برضو هتطلع الشوربة ممتازة جدا جدا جدا، ولا هيبان إنها ناقصة أي شيء. طبعا هو في بعض الملاحظات أنا بعتبرها مهمة لست البيت، يجب انها تطلع عليها، مهم جدا. هتلاقوها موجودة في صندوق الوصف. عشان بس الفيديو ما يبقاش طويل عليكم فانا حطيتها في صندوق الوصف، يا ريت تطلعوا عليها يعني بعض المعلومات المفيدة. نستودعكم الله ونراكم على خير في فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.